تعال احكي لك حاجة صغيرة. كل الأماكن بتستخدم ماركتينج أو بتسوق لمنتجاتها بشكل مريب. تعال أعرفك أذكى ماركتينج ممكن أكون قابلته في حياتي. محل ألعاب عمل يافطة وقال إن الألعاب بكرة ببلاش لسن من 2 ل5 سنين، بشرط إن ولي الأمر يجيب معاه ابنه عشان ياخد الهدية. الناس شافت الإعلان واتبسطت جدا من الكلام، وجري طيران على المكان تاني يوم عشان يجيبوا لأولادهم ألعاب ببلاش. الناس دخلت وكل طفل اختار لعبة أو لعبتين وخرج بيها من المكان، بس هو خارج الكاشير وقفهم قال له لو سمحت حساب الحاجة ايه؟ الناس استغربت، انت عامل يافطة بتقول ان الألعاب بكرة ببلاش. فرد الناس كان باستغراب، انت مش قايل ان الألعاب ببلاش؟ قال لهم لا، انا قايل ان الألعاب بكرة ببلاش. بكرة، اليافطة مكتوب فيها بكرة، احنا في النهاردة. طبعا الأطفال دي بحكم السن بتاعها زنانة وبتاع، فكان رد الأهالي إن هم غصب عنهم لازم يحاسبوا على الألعاب، وخدوا الألعاب وخدوا بعضهم ومشيوا. تاني يوم الناس رايحة متعصبة شوية، متضايقة. عملت معانا نمرة فاحنا جايين النهاردة ناخد الألعاب ببلاش. دخلوا وخدوا عيالهم وراحوا يجيبوا الألعاب. خدوا لعبة وهم وطالعين برضو الكاشير وقفهم. لما الكاشير وقفهم سألوه باستنكار، انت مش قايل الألعاب بكرة ببلاش؟ قال لهم لا، أنا قايل بكرة ببلاش، احنا في النهاردة. أنا قايل بكرة ببلاش. غصب عنهم الناس بسبب برضو زن العيال حسبت ومشيت، وهيفضل المحل عارض يافطة الألعاب بكرة ببلاش، وهيفضل بكرة بالنسبة لمحل الألعاب ما بيجيش، وهتفضل الناس بتحاسب كل يوم على حاجتها، لأن للأسف بكرة اللي في اليافطة ده مش هيجي، احنا في النهاردة. ويعيش دايما الذكي على قفا المغفل. مفيش صاحب تجارة بيخسر يا صاحبي. مفيش صاحب تجارة بيقدم لك سلعة وهو عارف انه ممكن يخسر فيها. ما تتزكاش على صاحب التجارة. انت بتشوف عروض رايحة عروض جاية، بس للأسف ما تعرفش ان صاحب التجارة عمره ما هيبقى خسران. انت دايما مقتنع انك كسبان، وعمرك للأسف ما هتبقى كسبان. فاشتري وريح دماغك، وريح دماغك من العروض، وريح دماغك من الحاجات اللي بتتقال، لأنه كله فيك مش حقيقي. فهمت؟ أتمنى تكون فهمت. سلام.